ايمن الرمادي يعني ما كان وده تكون خطا من هذه الاماكن، ما كان وده يكون من مكان خطير من مثل هذا المكان. وعند النادي الاهلي اكثر من لاعب يجيب تسديد، عفريتو يسجل ولا بركات ولا شريف عبد الفضيل، راح نشوف اكثر من لاعب متقدم للتسديد. الحيطه ايضا توجه من محمد الجنيبي، الحكم اللي تقاعد خلاص من شغله وتقاعد من العسكريه ويتفرغ للتحكيم. وخطا الان لمصلحه فريق الاهلي المصري. شريف عبد الفضيل يتقدم يحط جول لفريق الاهلي المصري عن طريق شريف عبد الفضيل، اللي يرفض ان يخرج فريق الاهلي خاسر من ملعب نادي دبي. وبالتالي شريف عبد الفضيل يسجل هدف التعادل في الدقيقة 67 من عمر المباراة. لعبة كرة ثابتة، مرة مباشرة، وبالتالي ايضا هذه عادة اللقطة الماضية في الزاوية اللي كان المفترض ان يكون متواجد فيها حارس المرمى مبارك ياقوت، الا ان الكرة كانت في الشباك. مسجل هدف التعادل لمصلحة فريق الاهلي المصري. 1-1 الحبايب، وان شاء الله دائما حبايب المصريين والاماراتيين والعرب يبقون حبايب. يعني ايضا على ذكر العرب وذكر الحبايب يعني